سلام، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هادي غادي نرجعوا لهذاك الشيء اللي كان كيعجبكم شحال هادي. غادي نهضروا على فيديوهات، صور، مواقع ولا اشياء طراو في الواقع ولا في انترنت اللي ماشي عاديين. في كل فيديو غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج وغادي نبقاو غاديين بالتدريج. غادي نبداو بالخفيف وحنا غاديين وكندخلوا في المبخر. هذاك الشيء علاش خصكم تبقاو حتى الاخر. المهم ما نكثرش عليكم في الهضره، وجدوا ريوسكم، جلسوا مزيان ويلا مشينا. هاد الشخص هذا اللي كتشوفوا قدامكم دابا سميتو باد دواير. هاد باد دواير رجل سياسي امريكي تولد 1938. الخدمه ديال هاد باد دواير كان هو السيد اللي مكلف بالاموال ديال الدوله. المهم هاد الاشكال اللي غيطرا لباد دواير شويه معقد، دونك غنحاول نبسطو لاقصى حد. باد دواير كان مكلف بالضرائب اللي كانوا كيدفعوا الموظفين، هو اللي كان كيجمعهم وهو اللي كان كيحسبهم باش في الاخر العام كيعطي الرابور للدوله. واحد العام غادي يكتشفوا بان الضرائب اللي جمعوا من الموظفين كانوا كتار بزاف، وبان الموظفين خلصوا الضرائب اكثر من القياس. تحيه لهاد الموظفين مسكين. دونك الدوله قالت اجي اش ندير اش ما ندير، اجي نرد الفلوس للموظفين. باش يردوا الفلوس للموظفين القضيه شي شويه معقده، ما يمكنش يجيو يعطيوهم الفلوس. دونك بداو كيفكروا وقالوا مع راسهم غادي نخدموا واحد الشركه خاصه بهذا الشيء اللي غتكلف بهذه الروينه هذه. وهذه الفدلكه كانت كبيره بزاف، اذا هذيك الشركه كانت غادي تخدم مزيان مع الدوله، واللي كان مكلف انه يختار الشركه اللي غتخدم مع الدوله هو هاد باد دواير. اذا كان في يدو الشغل. المهم باد دواير غادي يختار واحد الشركه، غادي تجي الشركه، غادي تحل المشكل، كل شيء بخير وعلى خير. حتى لواحد عامين من بعد غادي يخرج واحد السكاندال كيخص باد دواير. الدوله اكتشفت بان في الوقيته فين كلفات باد دواير باش يختار الشركه اللي غتخدم معاه، باد دواير جاتو في الكونت 300,000 دولار من طرف واحد الشركه ما معروفاش بزاف ديال لا كونطابيليتي. هذيك الشركه ما كانت عندها حتى شي اكسبيريونس، وكانوا فيها غير 3 ديال الناس، وهذيك الشركه هي بالضبط اللي خدمت مع الدوله وفكت هذاك المشكل. المشكل تفك، وليني باد دواير هادشي اللي دار كيتسمى بالرشوه، وهما ما كيضحكوش مع الرشوه. البوليس غادي يسيقوا الخبر وغادي تدخل الدوله وغادي ترون القضيه، ومن بعد اشهر ديال البحث البوليس غادي يشدوا واحد من هذيك الشركه اللي خدمت مع باد دواير، وهذاك اللي غادي يشدوه غادي ياكد ليهم باللي فعلا خلصوا باد دواير 300,000 دولار باش يختارهم. اذا تهمه ثابته ضدو. دابا غالبا غتكونوا كتسائلوا وهذه حاله ديال رشوه عاديه، عطا الله الناس اللي ترشاو في العالم، اش كتحاجي لينا هادشي؟ من بعد ما غادي تثبت تهمه ضد باد دواير غادي يقرر بنفسه انه يدير واحد اللقاء صحفي اللي غادي يدوز لايف، يعني مباشر، في الاغلبيه ديال القنوات الكبار الامريكيه. كانوا الملايين ديال الناس متبعين هذه القضيه وكيتفرجوا في هذا اللقاء الصحفي باش يشوفوا اشنو غيوقع. باد دواير غادي يهز الميكرو وغادي يبدا كيهضر تقريبا شي 20 دقيقه فين كيكذب باللي هو بريء وباللي هادشي كله غير تمثيليه باش يدخلوه للحبس. ولكن الناس اللي كانوا كيتفرجوا في هذاك اللقاء الصحفي حسوا بشي حاجه ماشي هي هذه. كان باد دواير ماشي في شي حاله عاديه، كان كيترعد، كيعرق بزاف، كيهضر وكيعاود هضرته. فاش غادي يسالي الهضره على انه بريء غادي يبدا كيهاجم الدوله، بدا كيهاجم الصحافه، بدا كيهاجم جميع الناس اللي ظنوا انه فعلا مورط في هذا الشيء، وغادي يحبس الهضره ديالو. غادي يجبد من الشكاره ديالو 3 ديال لي زونفلوب، وغادي يعيط على 3 ديال الناس اللي كانوا خدامين معاه باش يعطيهم هذوك لي زونفلوب. غادي يطلب منهم انهم يجيو حداه، ومن مورا هذا الشيء غادي يهز اخر انفلوب عنده وغادي يجبد منها فردي. باد دواير غادي يجبد هذاك الفردي، غادي يشوف في الناس اللي كانوا حاضرين، ومن بعد غادي يشوف في الكاميرا اللي كانت كدوز هاد المشاهد هادو قدام امريكا كلها، وبدون اي تردد غادي يخشي الفردي في الفم ديالو وغادي يتيري. ما نحتاجش نفكركم ان هادشي داز في القنوات الامريكيه الكبرى، وبان بزاف ديال الاطفال وديال الناس شافوا هادشي واثر عليهم الى يومنا هذا. وبطبيعه الحال هادشي تسجل وبقى في انترنت، وماشي بزاف ديال الوقت هادي كان شي واحد كيدور في واحد الموقع سعيد زوين فيه فيديوهات زوينه بزاف سميتو يوتيوب، وطاح في الفيديو الاصلي ديال الانتحار ديال باد دواير. زعما ما نحتاجش نوصف لكم اشنو كيطرى للراس ديال بنادم الا شي واحد خشى فردي في فمو
مثيره، ولكن اللي غادي نوصيكم هو انكم ما تقلبوش على هذا الفيديو، حاجه باقا الى يومنا هذا كدور. دابا غادي ندخلوا لواحد الموضوع حساس وخطير بزاف، ولكن قبل غادي نتفق معكم ان كاع هادشي اللي كنهضروا عليه دابا كنهضر لكم عليه باش تعرفوه، باش توعاو به، يمكن تستمتعوا بهاد الادرينالين اللي كتاخذوا من عندي في لا فيديو، ولكن انا كنحاول ديما انني نحميكم من هذاك الشيء اللي غيأثر على الدماغ ديالكم، بحال انكم تشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك انا كنهضر لكم على مواضيع بحال هكا، ولكن بشرط انكم ما تمشيوش تقلبوا عليهم من بعد حيت غطيحوا في شي حاجه ماشي هي. العنوان ديال الموضوع ولا الفيديو اللي غنهضروا عليه دابا هو Pig take revenge and kill the man who rape. حلالف كيقتلوا وكينتقموا من الراجل اللي اغتصب. المهم من العنوان بين العربون. الاصل ديال هذه القضيه هذه بطبيعه الحال جايه من ريديت. واحد السيد كان كيدور في يوتيوب وهو يلقى واحد لا فيديو بهذا العنوان هذا اللي قلت لكم، غادي يتفرج فيها وما غاديش يتيق اشنو شاف. دونك غادي يحط واحد البوست ريديت وغادي يقول للناس اش هو هذا الشيء. لحسن الحظ ديال الناس هاد لا فيديو دغيا تسبريمات من طرف يوتيوب، ودابا غتقولوا لي وباش عرفتي انت اشنو كاين في هاد لا فيديو الا تسبريمات. القناه اللي حطات هاد لا فيديو سميتها مورال انيمو، وهاد القناه هادي عندها واحد السيت ويب. المهم الهدف من هاد الموقع هذا ومن هاد القناه هادي ما عرفناش بالضبط واش هو الدفاع عن الحيوانات ولا البوز ولا ما عرفناش بالضبط، ولكن ملي تحيدات لا فيديو من يوتيوب تحطوا صور في الموقع ديال مورال انيمو، صور اللي بطبيعه الحال ما يمكنش نوريهم لكم هكا، ولكن يمكن لي نوصف شنو كنشوف. هاد الصور هادو كيبانوا لينا جوج ديال الحلالف، وحداهم جوته، ولكن ماشي جوته عاديه، جوته في واحد الحاله ما يمكنش تصوروها، مضروبه ومجروحه ومقطعه وبحال مقسومه بكثر. تما هاد الحلالف هادو هاجموها. المهم فاش كنقلبوا شويه باش نفهموا اشنو وقع كنلقاو واحد الارتيكل داروه نيت هاد الناس هادو في واحد المدينه سميتها تابوغا في البرازيل. واحد السيد عيط للبوليس حيتاش لقى جوته، وفاش جاو البوليس لقاو واحد المنظر مروع كبر من الجوته. لقاو بان الجوته ديال هاد السيد هذا اللي كانت وسط البلاصه ديال الحلالف كانت عريانه، وحداه كان واحد البوطو فين كان معلق حلوف، وحدا الجوته ديالو لقاو باكيه ديال لي بريزيرفاتيف اللي هو العازل الطبي. ما عرفناش بالضبط اشنو وقع، ولكن السيناريو الوحيد اللي ممكن هو ان الحلالف الاخرين حسوا باشنو واقع وبغاو يدافعوا على الحلوف وهجموا على السيد وقتلوه بواحد الشراسه لا تتصور. وهنا نبغي نسولكم واحد السؤال قبل ما ندوزو للموضوع الثالث اللي بعيد على هادشي بزاف واللي غيعجبكم. واش هاد السيد هذا اللي كان غيقترف واحده من ابشع الجرائم الممكنه واش كيستحق انه يموت بهذه الطريقه؟ انا كنتسنى لي كومونتير ديالكم. دابا وصلنا لاخر موضوع واللي كما قلت لكم غادي يعجبكم بزاف. غادي نهضروا على وحده من اغرب القنوات على يوتيوب. هاد القناه ما عرفناش شكون دايرها، ما عرفناش شكون موراها، وما عرفناش اشنا هو الهدف ديالها، ولكن الفيديوهات اللي كتبوستي اي واحد شافهم كيأكد بان هاد الشيء ماشي عادي. واخا تكون الفيديو بسيطه كتحس بان موراها شي حاجه ماشي هاديك. غادي نعطيكم مثال ديال واحد الفيديو عادي جد بليد وما فيه حتى شي حاجه غريبه، ولكن ثقوا بيا من مورا ما غتشوفوه غتحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك. انا غادي ندير لكم الترجمه باش تقدروا تفهموا. كونيتشوا سلام. فيرتشوال يوتيوبر نو نوغومو. انا هو اليوتيوبر اللي سميتو نوغومو. اماغاساكي ني سونديماس. كنعيش في اماغاساكي. ايو إيكيتشيغا سسريتاي دينو. ولكن خصني نزرب، بغيت ناخذ الروح ديالك. اوماي نو سوغو وشيرو ني إيرونجا. حاليا انا موراك. كويتا يارو. واش كتحس بشي حاجه مورا ظهرك؟ وشيرويا. موراك. وشيرويا. موراك. اوماي نو. انا قريب منك. وشيرويا. موراك. يوياكو ميتسكيتا دي. واخيرا لقيتك. المهم غادي نخليكم مع فيديوهات اخرين ديال هاد القناه اللي تا هما المهم نخليكم تشوفوا.
Konayuki Mountains Itsumas Chigai Virtual YouTuber no الى يومنا هذا باقي هاد لاشين يوتيوب سميتها نوغومو، وباقي حتى شي واحد ما لقى لها شي تفسير منطقي للفيديو ديالها، ولكن اللي متاكدين منه هو ان هاد القناه هادي من موراها شي حاجه ماشي هي هذيك. نخليكم تمشيو تفرجوا في الفيديو ديالها ورجعوا عندي اعطيوني الراي ديالكم.